يا حلاوتك يا جمالك، خليت للحلوين النهارده يا جماعه هنعمل القرص الطريه. بصوا طراوتها طريه جدا وجميله وطعمها تحفه هيجنن. هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنعمل من كيلو دقيق كميه كبيره جدا. وزي ما انتم شايفين، السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض القرص الطريه. اول حاجه هنحط معلقه خميره. هحط 3 معالق سكر كبار، وهحط كوباية لبن دافي، يعني كوباية ونص. وهحط كوباية زبدة سايحة أو سمنة أو سمنة وزيت أو زبدة وزيت. هحط كمان معلقة صغيرة ملح. هحط معلقة خل. وهنقلب كل ده كده مع بعضه. وبعد كده هنزل بكيلو دقيق. كيلو دقيق لجميع الاستخدامات. كيلو دقيق لجميع الاستخدامات يا جماعة. وكمان هنحط باكو بيكنج باودر. المقادير دي بتاعت كيلو دقيق. لو انت عايزة تعملي اكتر من كيلو تقدري ان انت تضاعفي الكمية. هنا انا استعملت كوبايه زبده. تقدري ان انت لو انت عايزاها بقى يعني تكون سمنيتها عاليه، بس كل ما بتزودي في السمنيه كل ما هتنشف معاكي. طبعا كل ما بتقللي كل ما بتطلع طريه معاكي. خلاص، القرص الطريه ما بتتعجنش كتير، بنعجنها بس بنلمها، وبعد كده بننزل بمعلقه قشطه كبيره بنلم فيها العجين في الاخر. بصوا، انا مش عايزه العجينه يكون فيها مطه، انا عايزه العجينه تكون بتقطم معاكي بس. وبعد كده تعالوا بقى اما اقول لكم على اسرع طريقه تخمير. هنجيب طبق اصغر من الطبق اللي عجنا فيه ونحط فيه ميه مغليه، وبعد كده نحط الطبق بتاع العجين عليه. اسرع طريقه تخمير في الشتاء. بعد كده نغطيه بفوطه ونسيبه بقى لحد ما العجينه تتضاعف معانا كده زي ما انتوا شفتوا. ما شاء الله، بصوا العجينه تضاعف حجمها، يعني الخميره بتاعتنا 10 على 10. زي ما قلت لكم، القرص الطريه يا بنات ما بتتعجنش كتير. القرص الطريه بتلميها. وهنا مش هندهن الصينيه اي ماده دهنيه، علشان هي معموله ما شاء الله بقشطه وزبده. يعني بصوا ايدي اصلا مسافه مسكت العجين ما شاء الله ايدي بتلمع وكلها زبده وقشطه وكده. وزي ما قلت لك تقدري تستبدلي الزبده بسمنه وزيت. بس هي بتبقى حلوه بالزبده قوي يعني بصراحه، وخصوصا الزبده الصفراء انا عاملاها بزبده بلدي. بس هنا بعد كده، بس بعد ما سبتها تخمر بكورها الكرة مثلا، يعني ما تصغريش قوي ولا تكبري قوي. الكرة بالحجم اللي انا وريتها لك، وبعد كده تحطيها في الصواني وتفرديها. وبعد كده هنغطيها ونسيبها تخمر تاني. بصوا الكيلو دقيق ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله عمل لي ما شاء الله الكميه دي كلها. كميه ما شاء الله كبيره وحلوه قوي. هندخلها الفرن على درجه حراره 220. هتقعد في الفرن حوالي، يعني بصي ما تولعيلهاش الشوايه ابدا. حطيها في الرف اللي في النص وولعي من تحت بس، وسيبيها لغايه ما تاخد اللون من تحت ومن فوق شبه بعضه زي كده. وكلي بقى احلى قرص طريه طعمها تحفه. يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. ولو في اي سؤال اساليني تحت في الكومنتات، وصلوا على النبي يا جماعه تحت في الكومنتات وقولوا لي انتم منين.